زينب، زينب انت اللي خليتيني اتجوزتها، وانت دلوقتي اللي خليتيني مش طايقها. انا؟ ازاي تقول كده؟ هي دي الحقيقة. انا لما جيت من البلد تعرفت عليك انت وكمال. كنت نوع من البنات غريب علي، ما تعودتش عليه، ما شفتوش ليكي شخصية. وأنا؟ هو باباك يكلمك في الموضوع ده؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ غريبة ان اب يتكلم مع بنته في حاجات زي دي. ولما باباك يكلمك انت قلتي له ايه؟ اعترضت بشدة، والأول مرة أقول له إنه غلطان في إحساسه ده. لا، باباكي عنده حق، احنا لازم نكون لبعض يا عايدة. ليه؟ ليه؟ مش فاهم. كنت مشعوري ناحيتك. بس اللي أنا متأكدة منه، اسمح لي أكلمك بصراحة، إنك مش بتحبني زي ما بتقول. لا، أنت بس عايز تتجوزني عشان تحولني لزينب. زينب؟ أيوه، أنت بعقليتك القديمة وتكوين بيئتك مش متصور إن يكون في بنت لها شخصيتها وآرائها، تحس إنك مش قادر تسيطر عليها. الطريقة إيه؟ تتجوزها وتخضعها ليك، تحولها لزينب. كمال صديقك نسيته؟ كمال اللي وثق فيك ودخل هو وخطيبته بيتك واستقبلك في بيتنا، نسيته يا دكتور؟ كمال دلوقتي ظروفه مختلفة عن ظروفنا، احنا دلوقتي زملاء مع بعض وبيقولك انه كويس، وبيقولك خلي بالك من مامته، واوعي تخرجي بره باب الشقه. بيتهيألي كده ان في حاجه انت مش عايزه تقوليها لي. ابدا يا زينب مفيش، بس في كلام كتير ولازم اقراهولك على مهلي. زينب، انا بكره زي دلوقتي هجيلك اقرا لك دلوقتي. اسف على التأخير. لا ابدا مفيش داعي للاسف، الخمس دقايق مش كتير. اتفضلي. يمكن تقدر تعرف نوع العلاقة اللي بيني وبين كمال. هو الجواب الاخراني ما وصلش ولا ايه؟ هو وصل. امال الجواب ده فيه ايه؟ ابدا مفيش، بيسلم عليكي وبيقولك انه كويس، وبيقولك خلي معدتي ما عادتش تستحمل. بقالك مده وانت على ده الحال، وكل ما اسالك تقولي مفيش. قلت لك مفيش. يا ترى ليه؟ من يوم امي ما ماتت تيجي تعزي زي الغريب وتمشي؟ من غير زي يا ابو صلاح، ما انا فعلا غريب. عايده بتسلم عليك كتير قوي يا زينب. الله يسلمك، هي ما جاتش معاك ليه؟ ما هي عروسه بقى. عروسه؟ وانتوا اتجوزتوا خلاص؟ من اسبوع. اتفضلي. فرج، تشربي ايه؟ ليمون. 2 ليمون لو سمحت. حاضر. في حاجة يا صفية؟ ايوه في ده. ايه ده؟ جواب صلاح بعته لابو زينب. في ايه؟ اقراه وانت بتعرف. أمر مني ولازم تنفيذه. ممنوع نهائيا إن كمال يجي بيتي وأنا مش موجود. وأرجوك يا عم الحاج امنع صفية من القعدة مع زينب عشان ما تخربش عليها. وكفاية لحد كده، وكلها شهرين 3
وهكون في مصر. تقول الكلام ده؟ الجواب ده محدش قراه غيري. أنسة صفية، ادي الجواب ده لزينب تديه لبابا، واحنا اكننا ما نعرفش اي حاجه عنه. وبعدين؟ عايزه راينا احنا الاثنين دلوقتي، ولما يجي صلاح انا ليا كلام معاه. مسكينة زينب، مكتوب عليها الحبس من 4 حيطان. صلاح تركيبه غريبه قوي، وانا عارف هو بيفكر ازاي دلوقتي. انا لازم اروح لصفية كمان واشوف هم انقطعوا عني ليه. انا هقول لك بقى وربنا يسامحني. يسامحك؟ في ايه يا ماما؟ اصلي حلفت لابوك ان ما اقولكيش جواب جوزك الاخراني كان فيه ايه. انا كنت حاسه ان الجواب فيه حاجه تانية غير اللي بابا قالها لي. صلاح مش عايز لا كمال ولا صفيه يخشوا بيتك. ايه صلاح قال كده يا ماما؟ وديني قلت لك اهو ربنا يسامحني بقى. غريبه، ليه صلاح عايز يحرمني من اي طاقه نور تخش حياتي؟ ليه؟ ليه دي بقى؟ ما نقدرش نرد عليه وهو بعيد. طيب تفتكر ليه يا عمي هو عايز يحرمني من ان اتعلم؟ مش انت مصممه انك تتعلمي وهو موجود، ولما يجي بلاش اتعلم لحد هو ما يجي. العمر لسه طويل والايام جايه كتير، المهم